المغرب موقف الرباط، هذه الخطة التي تنص على منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت. بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية ضخ ملايير من الدراهم كاستثمارات في البنية التحتية. تحدثت عن هذه النهضة وعن هذه المشاريع الكبيرة في جنوب المغرب، ولكن برأيك لا أي حد ستؤثر أيضا حتى على اقتصادات غرب أفريقيا، بما أنك تحدثت عن مدينة الداخلة في الحدود؟ أعتقد أن كل دولار يستثمر في الصحراء المغربية إلا ولإفريقيا الغربية نصيب منه. مرحبا. قرار مجلس الأمن الأخير الذي جدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية شكل نقطة تحول حقيقية في نظرة المستثمرين الدوليين إلى الصحراء المغربية. فالتأكيد الأممي على الطابع الجاد والواقعي للمبادرة المغربية منح الإقليم استقرارا سياسيا وأمنيا أكبر، وهو ما يترجم عادة إلى ثقة اقتصادية واستثمارية متزايدة. العديد من الشركات الأجنبية باتت ترى في مدن الصحراء مثل العيون والدخلة وجهات واعدة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والصيد البحري والسياحة. ومع هذا القرار يبدو أن مناخ الأعمال في الإقليم يتجه نحو مرحلة جديدة من النمو والانفتاح، حيث يتراجع التردد السياسي لصالح رؤية تنموية مدعومة دوليا. هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو، نشوفوه جميعا ونتلقاو بعده. البطالة في الارتفاع خصوصا في صفوف الشباب الحضري، لكن الاستقرار السياسي ظل قائما. تقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مضيفة أن نفقات الاستثمار في البنى التحتية في المغرب لن تثقل الميزانية المركزية، إذ سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، تضيف الوكالة. وتأتي تصريحات فيتش فيما تبنى مجلس الأمن الدولي الموقف المؤيد لخطة الرباط والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. ولمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة طنجة شمالي المغرب السيد بكي العزوزي، رجل الأعمال والخبير في الاقتصاد الأفريقي. أهلا ومرحبا بك سيدي. مساء الخير أخي. فلنبدأ بقرار مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع، هذا القرار الذي يؤيد موقف المغرب موقف الرباط، هذه الخطة التي تنص على منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة الإقليمية. برأيك إلى أي حد ستؤثر على جذب الاستثمارات سواء كان من الأجنبية أو الداخلية إلى هذه الأقاليم؟ أولا في البداية أريد أن أشير أن بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية ضخ ملايير من الدراهم كاستثمارات في البنية التحتية، وتم تطوير وتحديث المطارات والموانئ والطاقة المتجددة، وكذلك تحلية المياه وبناء طريق السيار الذي يصل إلى الداخلة. وأصبحت الداخلة بفضل هذا الطريق لها اتصالات مع شمال المملكة. أما وبعد الاعتراف الأممي بمغربية الصحراء، وكما جاء في خطاب صاحب الجلالة يوم 31 أكتوبر، إذ قال هناك قبل 31 أكتوبر وهناك بعد. هذا يعني أن المرحلة القادمة ستعرف دينامية جديدة لتطوير الصحراء المغربية من خلال استثمارات كبيرة، خصوصا في البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. نعم سيد العزيز، تحدثت عن هذه النهضة وعن هذه المشاريع الكبيرة في جنوب المغرب، ولكن برأيك لا أي حد ستؤثر أيضا حتى على اقتصادات غرب أفريقيا، بما أنك تحدثت عن مدينة الداخلة في الحدود الجنوبية مع موريتانيا؟ نحن لدينا علاقات تاريخية مع إفريقيا الغربية. أولا جذور الصحراء في إفريقيا الغربية
ونحن لدينا علاقات وطيدة أخوية وروحانية واقتصادية منذ زمن. فهناك شركات مغربية، هناك أبناك، هناك مقاولات، هناك مكاتب دراسات إلى آخره. فبالنسبة للنهضة الاقتصادية في الصحراء ستؤثر إيجابيا على إفريقيا الغربية، وكذلك وخصوصا أن هناك ميناء الأطلسي. هذا الميناء الأطلسي سيربط كثير من هذه الدول مع أوروبا ومع أمريكا. وكذلك هناك أنبوب الغاز النيجيري المغربي الأوروبي الذي سيمر عبر 13 دولة، وستكون هناك 13 محطة اقتصادية. وسيسمح كذلك لدول الساحل للوصول إلى هذا الميناء لتصدير مواردها الطبيعية، بل من الممكن في المستقبل أن تقوم بتحويل هذه الموارد الطبيعية في المعامل المغربية بدل أن تصدرها مواد خامة. أعتقد أن كل دولار يستثمر في الصحراء المغربية إلا ولإفريقيا الغربية نصيب منه.